أفلام الرعب تحرق السعرات الحرارية. ذكرت دراسة بريطانية أن مشاهدة فيلم رعب تغنيك عن نصف ساعة من المشي من حيث حرق السعرات الحرارية. ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن باحثين في جامعة وستمنستر البريطانية قولهم إن الدراسة أظهرت أن المشاهدين أحرقوا خلال فيلم رعب يستغرق ساعة ونصف الساعة 113 سعرة حرارية، وهي توازي السعرات الحرارية التي يحرقونها خلال نصف ساعة من المشي. وقام الباحثون بمتابعة الأشخاص خلال مشاهدتهم لأحد أفلام الرعب بهدف مراقبة معدل نبضات القلب وكميات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون المستهلكة بهدف استنتاج معدلات الطاقة التي يستهلكونها خلال هذه العملية. واستنتجوا أن فيلم ذا شاينينج الذي أنتج عام 1980 الذي يؤدي فيه الممثل الأمريكي جاك نيكلسون دور البطولة هو الأفضل لحرق السعرات الحرارية، فقد استهلك مشاهدوه 184 سعرة حرارية، فيما أحرق مشاهد فيلم جوز إنتاج عام 1975 للمخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ 161 سعرة حرارية. وأحرق مشاهد فيلم طارد الأرواح الشريرة إنتاج عام 1973 من بطولة الممثل السويدي ماكس فون سايدو 158 سعرة حرارية. ومن جهته أوضح اختصاصي الأيض في جامعة وستمنستر البريطانية الطبيب ريتشارد ماكينزي أن السبب يعود إلى مادة الأدرينالين التي يفرزها الجسم خلال فترات قصيرة من التوتر النفسي الشديد أو حالة الخوف الشديد. في هذه الحالة فتنخفض شهية الأشخاص ويرتفع معدل أيضهم، ما يساهم في نهاية المطاف في حرق معدلات عالية من السعرات الحرارية.